بسببه انتهت الخلافة العباسية واتقتل الملايين وتهدد الإسلام. لو عاوز تعرف الحكاية تابع الحلقة دي معايا. مؤيد الدين ابن العلقمي كان بيعتنق المذهب الشيعي وعرف عنه المهارة والذكاء السياسي لدرجة ان هو اصبح وزير الخليفة العباسي في بغداد المستعصم. نشأ مؤيد الدين في بغداد سنة 1195 ميلادية، ومع ظهور نجمه كان بدأ المغول اللي هم التتار يتجهوا نحو الشرق الإسلامي. في التوقيت ده المغول كانوا بيجتاحوا كل المدن في اتجاه الشرق الإسلامي، وكانوا بيقتلوا كل الناس اللي بتقابلهم، وده بقيادة مين؟ هولاكو ابن طولوي ابن جنكيز خان. هولاكو استغل الخلافات اللي كانت موجودة في بغداد بين السنة والشيعة وبدأ يعمل مراسلاته مع مؤيد الدين. ورغم ان الخلافات دي كان ممكن حلها، لكن مؤيد الدين قرر ان هو يتعاون مع هولاكو. ضعف الخليفة العباسي واستهتاره وان هو غرقان في ملذات الحياة وشهواتها كانت احدى الذرائع اللي استغلها مؤيد الدين عشان يتعاون مع التتار. وعلى حسب قول المؤرخين ان منصب مؤيد الدين كان منصب كبير وهو منصب وزير الخلافة العباسية، وان خيانته ملهاش مبرر، وان التفسير الوحيد هو الانتصار لعشيرته من الشيعة والقضاء على الخلافة العباسية. وبدأ بقى مؤيد الدين يعمل دوره في الخيانة، وبدأ يقنع الخليفة العباسي اللي كان جيش الخلافة وقتها 150,000 جندي ان هو يقلصه ل20,000 جندي بحجة توفير الأموال، وإن بالأموال دي ممكن يديها للمغول اللي هم التتار عشان يبعدوا عن بغداد. لكن اللي حصل كان متوقع، وهو إن المغول حاصروا مدينة بغداد. وكمل مؤيد الدين خيانته، بدأ يقنع الخليفة المستعصم إن هو لازم يسلم نفسه لهولاكو ومعاه كبار رجال الدولة عشان يخش بغداد بسلام، وبالتالي نحافظ على أنفسنا وأموالنا. لكن بعد كده أقنع هولاكو إنه لازم يتخلص منهم عشان يستقر حكمه في بغداد. طبعا بسبب دخول التتار بغداد حصل أنهار من القتل من ملايين المسلمين. وبسبب مؤيد الدين للأسف انتهى العصر الذهبي للخلافة العباسية. يكفي إن المغول خدوا مكتبة بغداد وحرقوها ورموا معظم الكتب في نهر الفرات اللي بقى لونه بلون أحبار الكتب. مؤيد الدين ابن العلقمي فضل فترة في حكم بغداد بالتعاون مع المغول. المغول نفسهم كانوا بيحتقروه جدا لدرجة ان هولاكو قرر انه يتخلص منه سنة 1258 ميلادية، وقال ببساطة اللي خان العباسيين اكيد هيخونه. في النهاية بسبب خيانة شخص واحد اتدمرت الخلافة العباسية وتهدد العالم الاسلامي كله وقتها، لولا إرادة الله اللي خلت المصريين بقيادة سيف الدين قطز ينتصر على التتار وقتل زعيمهم في الوقت ده كتبغة في موقعة عين جالوت.